يجي يوريني يتفضل وانا جاهز في المكان. بس التجاوز مش مطلوب يا جماعه، عيب. بقول عيب ليه؟ عشان ما فيهوش انصاف، ما فيهوش انصاف لاعمال بتتم. يا مشكله الاسكان اللي كانت في المحافظه دي مش من 2005، بقى لنا 9 سنين. اتحلت اليومين دول وكل المناطق اللي فيها اسكان تقريبا فيها شغل، الكوكولا بتتهد وهتتبني والسماكين بتخلص والمستقبل اللي شغالين فيها. المستقبل مشاكل مستعصيه. دي المستقبل دي فيها بلاوي. قد وصلت لنبأ مستنقع مش مستقبل، ده ماضي الماضي. طب ما نبص للحاجه اللي اتعملت ونقول الشكل المشرق للناس. احنا بندور على الوسخات اللي بقى لها 1000 سنه؟ لا، دي عايزه وقت وعايزه فلوس. نبقى منصفين. 17,000 شقه او وحده سكنيه في المحافظه ملهاش اب ولا ام، ولا انتوا مش عارفين؟ والكل عارف. واخدين قصايص ورق ومفيش حاجه تربطهم بيها. تدخل المستقبل للبيت بعد فيسبوك ومش واخد بالك، ولا اليوتيوب من العمومي وسرقه، والميه من العمومي وسرقه. برضه ما يهمنيش السرقه، او ده مش وقتها يعني. انما يهمني كابل الكهرباء ده اللي نازل ينزل في ميه، طفل بيجري الكهرباء وقفت. ده اللي يهمني، روح الطفل. روح واحده كبيره في السن ماشيه ووقعت في حاجه زي كده، راح واحد. ده اللي يخليني اسعى للكلام. الحق يا سياده المحافظ عشان الشهداء الصرف الصحي والتصوير ولا ايه؟ ولا ايه؟ طب يا سيد يا مسؤول يا بتاع الفيسبوك واليوتيوب، تعال اسمع. يا محترم اللي بتتكلم عن المرحله الخامسه، تعال اسمع. طب هو انا باجي النهارده كمحافظه اشوف الشقه اللي حضرتك متملكها اعمل لك فيها صيانه؟ يبقى انت بتطالب بحاجه مش قانونيه وحاجه مش صح وتقال لي كده. كل ده متملك وكل واحد مسؤول عن راحته. انا اللي حرمني حاجه واحده، روح المواطن. المواطن المصري اللي ممكن تقع عليه العماره واللي مع الاموال. ده اللي خلاني ادبر فلوس واروح ارمم وانظم واعمل كده. مش الفيسبوك واليوتيوب والكلام الخايب ده ابدا، لانه ملوش حق. انما هو حقه عليا كمواطن مصري وما معوش القرش اللي يعمل بيها زي كده. مش كده يا باشمهندسه؟ لو في كلمه انا بقولها فيها تجاوز مسموح لكل المسؤولين يتكلموا ويردوا. طب نسمع منها. لا، انما التهبيل ما مسموح. الجهل مسموح. ايه؟ وانا النهارده بعد ما املك بروح اشوف نفس الكلام في الكوكول. لا، ده لماذا تاخر مصنع تدوير القمامه والمسؤولين في مش عارف في غيبوبه ولا مش عارف ايه، واين المحافظ واين المسؤولين؟ طب واين حضرتك؟ ولا حضرتك اللي بتكتب؟ ما انا عايز اشوفها ولا اشوف. انت عارف الاجراءات ايه ولا الاجراءات اللي اتعملت؟ انت رحت المكان ده؟ انا بروح ولقيت المصنع ده ارض ولقيته متخرج ومتشال كله بلمبات العاب ومتباع. ايه اللي اخرنا؟ ان انا كنت عايز انقل المصنع لمكان تاني يبقى فيه الامن بتاعنا حيطه. ليه؟ لان انا لقيت المسؤولين هناك عن تامينه هم اللي سرقوه. ايه رايك يا بتاع الفيسبوك؟ ما ترد عليا يا اخويا ولا ترد عليا انت بتاع عيب. نسمع ونفهم. مفيش حاجه ما نحطش ايدنا فيها ومفيش حاجه ما بتدرسش، انما نتكلم وبس. عيب. مدفوع فيه 5 مليون قبل كده، احط 6 مليون تانيين يبقوا 11 ويتسرقوا زي ال 11 التانيين. طب اتسرق السويسري واتسرق المصري، المصنعين كانوا هناك. حضرتك يا بتاع فيسبوك عملت ايه؟ ولا حضرتك؟ انا المسؤول. انا اللي بقول القرش ده اتحط هنا.
يتعمل فيها، واخترنا البيئه تروح تشوف. خدوا بالكم بقى وانا بقول كده كلام، كل الكلام ده اجراءات ولجان ونيله والروتين الحكومي انتوا عارفينه. مش تاخير ليه ونايمين وفي غيبوبه؟ ده انتوا اللي في غيبوبه، ده اللي بتقولوا الكلام ده انتوا مش فاهمين. وجت البيئه قالت ما ينفعش، والقوات المسلحه قالت ما ينفعش. نعمل ايه؟